السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. جايه لكم النهارده فيديو جديد جميل جدا هنعمل فيه احلى واجمل وصفة للكنافة بالمانجا والكريم شانتيه. لو هتشتريها من المحلات مش اقل من 300-400 جنيه، ومش هتكون بطعامة وجمال الكنافة بتاعتنا. كمان تكلفتها بسيطة جدا، بخطوات بسيطة تكوني عاملاها. احلى صينية كنافة بالمانجا من احلى طرق الكنافة، وبجد طعمها خطير. ولو مش متوفر عندك مانجا تقدري تعمليها باي حشوة موجودة عندك. اي فاكهة موجودة زي الفراولة مثلا هتليق قوي مع الكنافة والكريم شانتيه. ممكن تعمليها في صينية او كاسات صغيرة. يلا بينا نشوف الطريقة، بس الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هعملها هو شربات الكنافة. جبت حلة وهضيف فيها كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين من المية. شربات الكنافة بيبقى تقيل وبارد. هضيف عليهم نص عصرة ليمونة وباكت من الفانيليا. ممكن تستخدمي فانيليا باكت زي ما أنا مستخدمة، أو فانيليا سايلة. هرفعهم على النار بدون تقليب علشان ما يسكرش معايا. النار تكون هادية في الأول، وبعد ما تغلي هحسب 8 دقايق، وبعدين نطفي النار ونسيبها على جنب تبرد. الخطوة اللي بعد كده عندي 500 جرام من الكنافة، نص كيلو. الكنافة بتاعتي فريش مش متلجة. هقطعها قطع صغيرة بالشكل ده. لقيتها متماسكة في بعضها شوية ففككتها بإيدي زي ما انتوا شايفين كده، بتفك على طول. بقطعها قطع صغيرة بالشكل دوت علشان انا عاوزاها تبقى طرية، مش بنحبها ناشفة مقرمشة. لو بتحبيها ناشفة مقرمشة زي بتاعة المحلات حطيها في الفريزر قبل ما تعمليها بيوم، وبعدين طلعيها افركيها بايدك هتبقى ناعمة. حطيها في الصينية واضغطي عليها بايدك لغاية لما تبقى طبقة متماسكة، وكملي بنفس الخطوات اللي هنعملها دي. خلاص كده قطعت الكنافة. هجيب صينية مقاس 30. لو هتستخدمي صينية اصغر فهتقللي من كمية الكنافة. هدهن الصينية بمعلقة سمنة واحط فيها الكنافة واوزعها بالشكل ده علشان تكون بسوى واحد. هضغط عليها بايدي علشان تتماسك. بعد كده هسقيها بكوباية سمنة وزنها 200 جرام، اي نوع سمنة، المهم تكون ريحتها كويسة. هتقولي لي ليه ما حطيتيش السمنة في الاول قبل ما تحطيها في الصينية؟ هقولك علشان ما تعملش كتل وانا بحطها في الصينية، وكمان ما يعني مش هتتوزع كويس. انما لما بحط السمنة بالطريقة دي بتتوزع على الكنافة كلها. بحطها على الوش، على الوش كله، هي بتنزل على باقي الكنافة من تحت، وبكده تكون كلها غرقت في السمنة. وما حطيتش سكر بودرة علشان ما تبقاش مسكرة قوي. احنا هنحط طبقات وكل طبقة فيها سكر، مش ناقصة نحط سكر كمان. كده تمام. هدخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 او 200 على تاني رف من تحت. ولما تاخد اللون الذهبي نرفعها تحت الشواية علشان تتحمر من الوش. واول ما تطلع من الفرن بالشكل ده بنسقيها بالشربات كله. الشربات يكون بارد والكنافة سخنة. هنغطي الكنافة ونسيبها على جنب تبرد تماما وتتشرب الشربات كله. الخطوة اللي بعد كده هنحضر الكريمة. عندي ربع كيلو كريم شانتيه خام ماركة المتحدة بدون سكر. هضيف له معلقتين كبار من السكر البودرة وهقلبهم كويس. بعد كده عندي كوباية من الحليب المثلج هضيفها كلها، ولو احتجت تاني حليب هضيف. بس الاول انا بقلب كده الحليب مع البودره علشان وانا بضرب بالمضرب ما تعفرش عليا. ممكن تستبدلي الحليب بالميه المتلجه الساقعه جدا. حسيت ان الكريمه تقلت قوي وانا بضربها، فهضيف لها نص كوبايه حليب تاني. كملت ضرب وكده خلاص بقت الكريمه جاهزه معايا. الخطوه اللي بعد كده هحضر الطبقه الثالثه والاخيره. في بولة هضيف كيسين من الجيلي بطعم المانجا وعليهم كوباية مية مغلية. هدوبه كويس في المية المغلية دي، وبعد ما داب هضيف كوباية عصير مانجا بدون مية، عصرتها في الكبة بدون مية ولا سكر. خرجتها من الفريزر وسبتها لما فكت خالص، وبعدين ضربتها في الكبة وبقت عصير بيوريه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هقلبه مع الجيلي، هيدي طعم حلو جدا جدا للكنافة. بس انا مش هضيف الكمية دي كلها على الكنافة، انا هبقي منها شوية علشان محتاجاها في حاجة تانية. يعني الصينية هتاخد معاكي كيس واحد بس من الجيلي ونص كوباية عصير مانجا ونص كوباية مية مغلية. تمام. خلاص كده خلصت تقليب. دوبت المانجا والجيلي مع بعضه في المية المغلية. هحطها بقى في التلاجة تبرد شوية لغاية ما الكنافة تبرد هي كمان وتتشرب الشربات.
ودي الكنافة بعد ما عدى عليها 3 ساعات. هسقيها بشوية من الجيلي في الأول علشان تاخد طعم المانجا وتبقى طرية شوية. الخطوة دي ممكن ما تعمليهاش لو بتحب الكنافة مقرمشة، بس للأسف الكاميرا فصلت وأنا ما كنتش أعرف، وأنا بحط الجيلي وبحط الكريمة. المهم بعد كده حضرت كيس تلاجة، كيس عادي خالص اللي هي كيس التخزين، وحطيت فيها الكريم شانتيه، بس سبت شوية من الكريمة علشان اعمل وردات في الاخر. بحطه في كيس التلاجة وبفتح الكيس من الطرف وبوزع الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبأي حاجة بقى عندك بساوي السطح ويكون جنبك مية سخنة، حطي فيها السكرافر او السكينة او المسطرة، الحاجة يعني اللي هتساوي بيها الكريمة على الكنافة، وارجعي سوي تاني. الحركة دي بتسهل عليكي فرد الكريمة على الكنافة. خلاص كده فردنا الكريمة على السطح. عندي قطع من المانجا متفرزة وقطعتها مكعبات صغيرة بالشكل ده، هحطها على وش الكريمة. بعد كده هضيف لها طبقة من الجيلي، وبعدين زينتها بوردات من الكريم شانتيه بالشكل ده. بقى شكلها جميل قوي قوي، شايفين شكلها حلو ازاي؟ هدخلها بقى التلاجة مش اقل من 4 ساعات علشان الجيلي يتماسك. وده شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة متماسكة، شكلها جميل حلو قوي قوي، تشرفك قدام ضيوفك. سهلة ما خدتش وقت خالص، الكنافة دايبة مع الطبقات، المانجا والصوص والكريمة بيودوا الكنافة في حتة تانية خالص. الكنافة فيها طراوة وطعمها جميل جدا. زي ما قلتلك لو حابة الكنافة تكون مقرمشة حطيها في الفريزر وبعدين افركيها وقللي الشربات بتاعها شوية. جربوا الكنافة بتاعتي هتعجبكم ان شاء الله. كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون نال اعجابكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.